السلام عليكم. هتكلم مع حضراتكم النهارده في واقعة لطفل عنده 9 سنين شاف عذاب ما يتحملوش راجل كبير. الطفل ده بقى يتحرق في جميع انحاء جسمه في اماكن حساسة، يتربط بالجنزير ويتحرم باليوم والاتنين من الاكل والشرب، يتولع في شعره بالولاعة، بجانب كمان انه يتضرب بقطع خشبية على وشه ويتكسر له اسنانه. الناس اللي عملت كده في الطفل لو واخدين اسير حرب مش هيعملوا فيه كده، ولكم ان تتخيلوا بقى مين اللي عمل فيه كده. طيب ايه اللي حصل بقى عشان احكي لكم الموضوع من البدايه وتفاصيل الموضوع. السيده اللي صورتها ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي دي اسمها اسماء فارس السيد، عندها 31 سنه، متزوجه من الاستاذ محمد احمد ومخلفين الطفل احمد. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انهم بعد ما تزوجوا وانجبوا احمد حصلت خلافات ما بينهم وما بين بعض، فالسيده اللي اسمها اسماء سابت البيت ومشت، قعدت سنتين ما تجيش البيت وهي لسه على ذمه زوجها، والطفل متربي مع والده. بعدها لما رجعت شهر بعد طبعا محايلات من الأقارب علشان يهدوا الوضع ما بينهم. رجعت شهر واحد، في خلال الشهر ده كانت بتعذب ابنها وبتضربه في البيت. الأب ما استحملش، ساعة ما شاف المنظر، هي كانت في يوم الطفل قاعد بياكل والرز لسه في بقه، بيقول ان هي قامت جايه ضربه بالقلم على وشه. انا ساعة ما شفت المنظر قمت جايه ضاربها وطردتها من البيت. عدت السنين وفي الاخر رفعت عليه قضية خلع وكسبت القضية، وبعد ما دخلوا مع بعض في شوية نزاعات الموضوع خلص وكل واحد راح لحاله. من حوالي سنة رفعت قضية ضم حضانة الطفل ليها، كسبت القضية والطفل غصب عن الأب راح للأم. بعد ما الطفل راح هناك بقى ما شافش يوم حلو في حياته. أول ما راح ضرب وتهزيق، كتفوه بالجنزير، الأم جايبة شوكة ومعلقتين تسخن كل يوم الشوكة على حسب ما ذكر من الطفل، بيقول تجيب مرة الشوكة وتلسعني في الرقبة وفي الصدر وفي أماكن حساسة في جسمه، وهو بيقول لها ارحميني يا ماما، يا ماما والله العظيم أنا ما عملت حاجة بتعملي فيا كده. والأم تحس إنها يعني مستمتعة من اللي هي بتعمله. طب حد يقول لها يا بنت اللي أنت بتعمليه ده عيب؟ ما ينفعش. لا، ده كمان والدتها الست الكبيرة اللي عندها 50 سنة تمسك القطعة خشبية اللي هي بتاعت البيتزا اللي بيعملوا بيها المعجنات، تقوم جايه ضربة الطفل على وشه تكسره 3 سنان، تقول له انا اصلا بكرهك من ساعة ما اتولدت. طب انتوا بتكرهوه جبتوه عندكم ليه؟ بعدها اخواتها الاثنين الرجالة اللي صورتهم ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي دول، واحد اسمه اسلام والتاني اسمه حسن. اسلام عنده 36 وحسن 22. يجي اسلام بسلك دش وينزل جلد في الطفل، وحسن يمسك الولاعة ويولع في شعره قاعد بيلعب، لحد ما الأب جات له مكالمة تليفون من شخص مجهول، الحق علشان ابنك لو ما خدتوش هيتقتل. الأب من الرعب نزل جري على القسم قدم بلاغ، وهو على فكرة كان بيحاول يتواصل مع الأم وهي كانت بتتهرب منه في خلال ال9 شهور، بجانب انه لما راح على القسم وقدم بلاغ روح جات مكالمة تاني بالليل، ابنك لو ما جيتش خدته هيتقتل. من الرعب راح تاني يوم الصبح على القسم وخد قوة أمنية من هناك وراحوا على البيت بتاع زوجته وخدوا الطفل من جوه. لقوا الطفل وشه وارم بجانب الحروق اللي كانت موجودة في ايديه وفي جسمه. الأب بيقول ابني لما جه القسم هو وما ينفعش أصلا نقول عليها والدته، لما جه بيقول لك أنا خدته في حضني وقلت له ما تخافش هتخش رئيس المباحث جوه احكي له كل حاجة. وبالمناسبة جت مكالمة للطفل وهو في القسم بيقولوا له اوعى تقول حاجة عشان ماما ما تتحبسش. وفي الاخر الطفل لما دخل لرئيس المباحث وطلع الاب والام، الطفل حكى لرئيس المباحث كل حاجة ووراله كمان الحروق اللي في جسمه. في الاخر رئيس المباحث دخل الاب والام وسأل الام سؤال، قال لها انت استفدت ايه؟ يعني انت خدت الطفل من ابوه بعد ما كان عايش متدلع ومرتاح، تعملي فيه كده ليه؟ تسكت ما تتكلمش. تاني يوم بقى لما راحوا النيابة الطفل قال لوكيل النيابة انا اخوالي الاثنين واحد فيهم كان بيجلدني بسلك الدش والتاني كان بيولع في شعري بالولاعة. وسلف الحظ ان الاثنين كانوا مع اختهم في النيابة واقفين بره مستنيينها علشان يجيبوا لها عصير يجيبوا لها مية. وكيل النيابة امر بالتحفظ عليهم، وفي الاخر تم حبسهم الثلاثة، وامهم بقى اللي هي الراس الكبيرة اللي هي الجدة كانت هربانة. فده كان بالنسبة لتفاصيل اللي حصل. ربنا يقتص منهم يا رب، وبإذن الله حق الطفل ده هيرجع ويتم الشفاء على خير يا رب، ويحفظنا ويحفظكم من أي شر ويبعد عننا وعنكم أي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها
وما تنسوش حاجه مهمه جدا، ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. لو انت معايا لاخر الفيديو فانا بشكرك. لو انت على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل الجرس، ولو على الفيسبوك لايك البيج. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام عليكم.